ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. اتكلمنا في أكتر من حلقة قبل كده عن الأدب الفلسطيني، وخصوصا أدب عائلة البرغوثي، الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي وزوجته رضوى عاشور الأديبة المصرية المهمة. حكايتهم مع الغربة المركبة وترحيل مريد البرغوثي من مصر، منعه من دخول فلسطين وتأثير كل ده على حياتهم وتجربتهم. إحساسهم العالي الإنساني والأدبي بقضية فلسطين اللي هي تكاد تكون قضية حياتهم، واللي أثرت بكل تفاصيلها بشكل مباشر على تكوين أسرتهم اللي تحولت إلى قضية خاصة جدا وأصبحوا قضية مستقلة جوه القضية الفلسطينية العامة. عبروا من مختلف الزوايا اللي ممكن تبص منها عن رحلتهم مع الغربة والشتات والبعد في كتير من كتاباتهم، زي كتاب السيرة الذاتية لرضوى عاشور أثقل من رضوى، أو كتاب رأيت رام الله لمريد البرغوثي. ده غير طبعا شعر مريد وتميم البرغوثي. تميم البرغوثي ابنهم اللي ما كتبش حتى هذه اللحظة بشكل سردي كتاب مذكرات عن زاويته هو من الحالة والتجربة الخاصة اللي عاشتها أسرته واللي تأثر بيها تميم بشكل كبير، بداية من بعده عن أبوه فترات طويلة في عمره بسبب ترحيل والده من مصر وتميم عنده 5 شهور أصبح بيشوفه فقط في الأجازات، وإنه أصبح كمان ابن وحيد لأن كان صعب مع البعد إن رضوى عاشور ومريد البرغوثي ياخدوا قرار إنجاب طفل آخر في ظل ظروف تحمل الأم المسؤولية بمفردها، وده طبعا زي ما حكى مريد البرغوثي في كتابه رأيت رام الله. والحقيقة إن بعد ما قريت أثقل من رضوى ورأيت رام الله كنت فاكرة إن خلاص التجربة دي تم توثيقها بشكل كبير ومؤثر وكافي، لكن لقيت كتاب تاني لمريد البرغوثي اسمه ولدت هناك ولدت هنا. تخيلت في البداية من العنوان إن ده كتاب تميم البرغوثي، يمكن لأني في خلفية تفكيري كنت عايزة أعرف أكتر عن التجربة من وجهة نظر الابن تميم، لكن لما قريت اسم مريد البرغوثي على الكتاب ده لم يقلل من حماستي لقراءته. لكن كان في ذهني سؤال، وهو هيقول إيه أكتر من اللي قاله في كتابه البديع رأيت رام الله. كتاب رأيت رام الله وثق بشكل كبير إحساس الغربة ووصف بشكل مبدع تجربة العودة لفلسطين بعد عمر من البعد. المهم فتحت كتاب ولدت هناك ولدت هنا وبدأت أقرأ. لقيت إن الكتاب هو رحلة عودة أيضا، لكنها لا تخص مريد البرغوثي المرة دي، هي تخص تميم البرغوثي وزيارته الأولى لفلسطين. الكتاب بيوثق حدث دخول تميم فلسطين لأول مرة في حياته وهو عنده 21 سنة مع أبوه مريد، اللي بيوصف المشهد وتجربة وإحساس ابنه وهو داخل فلسطين لأول مرة، اليوم اللي كلهم كانوا مستنيينه من سنين بكل ما فيه من حماسة وسعادة وقلق من اللي ممكن يحصل على الحدود، هيعدي هيدخل ولا هيمنعه. اليوم اللي تميم هيشوف بعينه كل حكايات أبوه وجدته وأهله عن فلسطين وطنه. وهيحكي مريد البرغوثي المرة دي مش من زاوية الشاعر لكن من زاوية الأب اللي فضل طول عمره يحكي لابنه عن فلسطين ويقول له ولدت هناك. لكن في اليوم اللي بيحكي عنه الكتاب واللي دخل فيه مريد وطنه إيده في إيد ابنه، قدر مريد لأول مرة يشاور ويقول له ولدت هنا. والمقصود بهنا مش بس فلسطين، المقصود بالتحديد رام الله، أو بالتحديد أكتر قرية دير غسانة، قرية الشاعر مريد البرغوثي اللي اتولد وعاش طفولته وصباه فيها. وفي ساحة دير غسانة وقف تميم يقول شعر بعد ما والده قال له إن شئت أن تكون شاعرا فعليك أن تبدأ من هنا بين أهلك وعلى هذه الأرض. وبدأ تميم يقرأ قصائده وسط دهشة من أهل دير غسانة من إنه بيقول الشعر بلهجتهم القروية بشكل متقن رغم إنه معاش وسطهم. ويكتب مريد البرغوثي ويقول الطفل المولود في مستشفى يسري جوهرة على شاطئ النيل في القاهرة سيصبح شاعر فلسطين الشاب وابنها الوسيم بشعره المسترسل الطويل وابتسامته وبرسالة الأمل التي حملتها لهم قصائده. هذا ابن جديد لهم اكتشفوه فجأة وهم يقومون بأعمالهم اليومية المعتادة من مقاومة وصبر، جاءهم جاهزا كأنه ولد واقفا هكذا في مكان بعيد وعاد إليهم. لما اتولد تميم في القاهرة وراح والده يطلع له شهادة ميلاد كان الأب محتار يكتب جنسية ابنه إيه، فلسطيني ولا أردني، لأن جواز سفر الأب مكتوب فيه أردني. لكن رضوى عاشور تدخلت بقوة وطلبت منه يكتب الجنسية فلسطين. ولما وقف تميم ينشد الشعر وسط أهله في قرية دير غسانة يشوف مريد رضوى قدامه ويقول رسالتك الفلسطينية يا رضوى وصلت. الكتاب قد يكون مش بقلم تميم البرغوثي زي ما كنت متوقع، لكنه جزء كبير جدا منه عن تميم وعن تجربة زيارة الوطن المحتل والمقارنة بين الواقع وبين الخيال اللي اتشكل جواه من حكايات والده. ولدت هناك ولدت هنا عنوان بديع بيحمل كتير من المعاني والسطور اللي فيها إبداع مريد البرغوثي في اللغة والمعنى والوصف،
واللي بتزود من عمق التجربة المحكية بين صفحات الكتاب. تجربة أب مترقب وخايف على ابنه من وجع رؤية الوطن المحتل بكل ما فيه من جنود وحواجز وتعقيدات وصعوبات، الصعوبات اللي بيفرضها الاحتلال على أهل الوطن، لكنه في نفس الوقت بيحاول يفصل مشاعره عن مشاعر ابنه وما يصادرش على تجربة تميم مع الوطن. ويحاول مريد البرغوثي يستوعب إن اللي بيوجعه هو شخصياً مش شرط يكون له نفس التأثير على ابنه، ويشرح ويقول: قد تكون استجابة تميم مختلفة عن استجابتي في نهاية الأمر. أنا جئت محملاً بلحظتي الماضية، هو يبدأ من صفحة المستقبل البيضاء. هذه الصفحة ملكه هو، له وحده أن يلونها كما يختار، وله وحده أن يرويها كما يشاء وقت ما يشاء. وعلى مر صفحات الكتاب يحاول مريد البرغوثي إلى جانب وصفه لتجربة ابنه في دخول فلسطين لأول مرة، يحاول أيضاً أنه يعبر عن وجع وقسوة فكرة الاحتلال، ويبذل مجهود في أنه يوصل للقارئ بكل طريقة يعني إيه بلدك يتسرق منك، يعني إيه تعيش في وطن محتل وتلاقي على مر صفحات الكتاب علامة استفهام يسبقها دايماً سؤال واحد بيقول: ما معنى الاحتلال؟ وفي كل مرة بتكون إجابة مريد البرغوثي مختلفة، لكن يمكن من أعذب الإجابات وأقساها لما قال: ما معنى الاحتلال؟ إنه الركود وتعذر الحركة إلى حد الشلل، هو تعذر الطموحات الكبرى والسقوط في الأحلام الهينة، كحلم الانتقال من رصيف الشارع إلى رصيفه المقابل بسلام، وصول الطفل إلى مدرسته الابتدائية والعودة منها بحافلة المدرسة لا على أكتاف رفاق المذهولين، الحلم بتوفر البنج في المستشفى وكوب الماء عند العطش، الحصول على تصريح بزيارة الابن المعتقل، الثرثرة السخيفة في المقهى، النجاح في تجديد جواز السفر، وغيرها من الأحلام البسيطة اللي بيوصفها مريد البرغوثي، واللي بيعتبر إن من الحاجات التي لا تغتفر للاحتلال إنه حصر المواطن الفلسطيني وحبسه في مجموعة كبيرة جدا من الأحلام اليومية البسيطة. وزي ما تكرر في الكتاب سؤال ما معنى الاحتلال في شكل أشبه بمونولوج طويل، كمان في الفصل 9 من الكتاب بنلاقي سؤال متكرر آخر بنفس الطريقة، لكنه سؤال كله مرارة، بيقول: فما الذي لم يمر بنا بعد؟ بيكتب مريد البرغوثي ويخبط في وجداننا باسترسال بديع للإجابة على هذا السؤال، ويقول: منذ نقرت أظافر الحركة الصهيونية زجاج نوافذنا إلى أن هدمت وطننا فوق رؤوسنا، مر بنا كل ما يتخيله شاعر أو ناثر إلى حد التشبع والإملال، كل أصناف الموت، كل أصناف الصبر، كل أصناف المحاولات، كل أصناف القادة، مر بنا اليأس ومر بنا الأمل إلى حد فقداننا لتعريف دقيق يليق بأي منهما، مرت بنا القنابل الذكية والغبية والعنقودية والفسفورية والانشطارية والدبابات والمدرعات والجرافات وكواتم الصوت، فما الذي لم يمر بنا بعد؟ وفي هذا الاسترسال من الشعور باليأس يسأل مريد البرغوثي عن إذا ما كان الوجع الفلسطيني هو دافع للكتابة ولا عائق للكتابة، ويرفض تماما الانطباع السائد بأن الوجع الدائم بيشكل دافع للكتابة. بالنسبة لمريد البرغوثي الوصف ده مش حقيقي، لأنه من تجربته الشخصية شاف أن الوجع التاريخي المستمر هو عبء على القصيدة. استمرار الوجع معناه أنه وجع مزمن، وأي حاجة مزمنة بتصبح مع الوقت مملة، فلحد إمتى يفضل الشاعر يعبر عن نفس الوجع؟ وكان شايف أن ده سبب رئيسي في أنه مقل في كتاباته من وجهة نظره، وأنه ما يقدرش يفضل يعبر بشكل مستمر ومكثف عن وجع الوطن مهما كان مزمن وكبير جواه. والوجع جوه مريد البرغوثي هو وجع مركب ومستمر، فأصابه على حد وصفه بنوع من البلادة، وما بقاش عارف هل ده برود أم تعود، وإذا كان تعود فهل التعود ده يعتبر ضعف ولا قوة؟ لكن كل أشكال الاعتياد على الوجع سقطت تماما من وجدان مريد البرغوثي لما صدر قرار بترحيل ابنه تميم من مصر وقت مظاهرات حرب العراق، وكأن كل حاجة بتحصل تاني قدامه من أول وجديد، وكأن الزمن رجع والعساكر جايين ياخدوه هو مش ياخدوا ابنه. ورغم ان تميم تم احتجازه 3 أيام فقط وخرج بعدها على اعتباره أجنبي لأنه معهوش الجنسية المصرية، ده رغم ان والدته مصرية وانه عاش عمره كله في مصر، لكن عدم وجود جنسية مصرية معاه خلاهم يرحلوه خارج مصر، وده كان بعد وقت قصير من زيارته الأولى لفلسطين وحصوله على الهوية الفلسطينية هناك، وأصبح يقدر يدخل فلسطين بدون تعقيدات. فيعلق مريد البرغوثي على سخرية القدر في قرار ترحيل ابنه في التوقيت ده بالتحديد من مصر، ويقول: تميم وقد امتلك حقه في فلسطين التي لم يكن يعرفها سيفقد حقه في مصر التي لم يعرف سواها. سافر الشاعر مريد مع ابنه إلى عمان وأقاموا في بيت والدة الشاعر مريد البرغوثي، ويحتل هناك تميم مكتب والده ويبتدي يكتب قصيدته
قد تبدو دي قفلة حلوة للحلقة، لكن بما إننا وصلنا بالحكاية عند بيت جدة تميم والدة الشاعر مريد البرغوثي، ما ينفعش نقفل الحلقة من غير ما أحكي معاكم عنها زي ما وصفها الشاعر في الكتاب، وذكر موقفها المدهش بعد ما مريد البرغوثي أصبح بيروح فلسطين ويقيم هناك وأخذ ابنه وطلع له الهوية الفلسطينية. قررت الأم إنها تبني بيت لأولادها في فلسطين، لأن بيت العيلة زي ما قالت ما عادش يكفي عيلة البرغوثي كلها بكل فروعها، وقالت خلاص بقالنا رجل في فلسطين وتميم بقاله هوية، وبكرة ولاد عمامه ييجوا ولازم يبقى لهم ولولادهم بيت في قريتهم. وفعلا أخدت في دير غسانة بيت قديم متهالك، بيت هي نفسها كانت عاشت فيه فترة مع والدتها وهي طفلة وليها فيه ذكريات. بنت البيت ده من أول وجديد، والغريب والمدهش إن مريد البرغوثي بيحكي لنا إزاي إن أمه هي اللي رسمت خريطة بنى البيت الجديد، وجابت المهندس والعمال واشتغلوا تحت إيديها، وفضلت هناك 7 شهور لحد ما انتهى بنى البيت. ذبحت خروف احتفالا باكتمال بنائه، فرشت أساس بسيط، وادت المفتاح لابنها مريد البرغوثي اللي كان وقتها مقيم في فلسطين، وفي نيتها إنها ترجع تاني بعد فترة تفرش البيت بشكل كامل عشان يقدر ابنها مريد وأي حد يدخل فلسطين من ولادها إنه يقيم فيه. خطة باعثة للأمل، خطة تدل على أن هذه السيدة اللي عاشت كل المأساة واللي ليها تاريخ في الأرض والوجع، وتقلبت بين اليأس والأمل سنين طويلة، وتجرعت المرارة أكتر من ولادها وأحفادها، إلا إنها هي أكترهم سعياً لهذا الأمل، أو يمكن لأن ماضيها أقوى من حاضرها، وسنين وجودها وحياتها في فلسطين قبل الاحتلال أطول وأكثر تأثيراً في وجدانها. فهي الوحيدة في عائلة البرغوثي اللي قدرت تتحلى بهذا الأمل القوي اللي حولته لفعل موجود على الأرض في صورة بيت ليها ولولادها ولأحفادها في دير غسان. أمل هيفضل يناطح اليأس في معركة مش عارفين آخرها إيه. وفعلا خبط اليأس بعد كده من تاني في أمل الجدة. تغيرت الظروف وأصبح في حاجز بيفصل بين دير غسانة ورام الله، وما قدرتش الأم تدخل دير غسانة تاني. وبعد سنوات لما الدنيا هديت وبقى ينفع تروح، كان السن والمرض مانع من إنها تتحرك بره بيتها في الأردن. لكن بالنسبة لي بناها للبيت هو علم مرفوع، هو قوة، هو حفر في الصخر هيفضل موجود حتى لو البيت نفسه ما عادش موجود في يوم من الأيام. تصرفها وقوتها زي ما حكى عنهم الشاعر في الكتاب زاد من يقيني في أهمية إن الإنسان يقوم من مكانه ويعمل حاجة، وإن الحاجة دي مهما كان مصيرها مش في إيده. مش دي القضية في العمل، في الفعل اللي قامت بيه هذه السيدة الجميلة وزرعت بيه شجرة أمل يواجه بيها كل اللي حواليها رياح اليأس. ورغم ان الحكاية كبيرة واتحكت من مريد البرغوثي على كتابين، رأيت رام الله والكتاب اللي بنتكلم عنه النهاردة ولدت هناك ولدت هنا، إلا إني ما زلت منتظرة كتاب بقلم تميم البرغوثي عن هذه التجربة الخاصة، واللي لسه محتاجة تتوثق بعدسة تجربة تميم الشخصية وإحساسه الخاص في رحلته مع أسرته ووطنه، الرحلة اللي هتفضل مهمة وملهمة لأجيال كتير قدام. وهنا ممكن نقفل الحلقة. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.